السلام عليكم متابعينا الكرام. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن كمية العلف اللي بيستهلكها النعام لحد عمر إنتاج البيض، وكمان هنعرف بيستهلك قد إيه علف في السنة الإنتاجية الأولى للبياض. وبنبدأ نحسب كمية العلف لكتكوت النعام من عمر يوم، وبتكون في العام الأول بهدف الوصول لوزن 100 كيلو، وبيكون الطائر استهلك علف من 500 ل 550 كيلو للوصول لوزن 100 كيلو. والمرحلة دي بيطلق عليها مرحلة التسمين، لأن اللي بيربي النعام بغرض التسمين بيكون ده المتوسط التسويقي ليه. لكن للي عايزين ينتجوا بيض نعام بيدخلوا في مرحلة مختلفة، وبيتحول النظام من نظام تسمين لنظام الأسر للوصول لمرحلة البلوغ والتزاوج، وصولا لإنتاج البيض والأفرخ الجديدة. نظام الأسر في النعام بيتكون من ذكر وأنثيتين، وبيكون الذكر أكبر من الأنثى بعام. يعني لو بدأنا بذكر عمر عام بتكون الأنثى بعمر يوم واحد، لأن مرحلة البلوغ عند الذكر 3 أعوام وعند الأنثى عامين. يعني بعد 24 شهر بتكتمل قدرة الأنثى على إنتاج البيض. ودلوقتي هنقسم مراحل التغذية لحد إنتاج البيض ل3 مراحل. أول مرحلة وهي مرحلة التسمين اللي اتكلمنا عنها، وهي من عمر يوم لحد إكمال 100 كيلو، وبتشمل العام الأول، ودي استهلاك العلف خلالها بيكون من 500 كيلو ل 550 كيلو. أما تاني مرحلة فهي مرحلة النمو، وبتشمل العام التاني، ويكون التغذية فيها على أعليقة حافظة بمعدل 1.5 كيلو علف يوميا، يعني ما يقارب 550 كيلو علف في العام. أما تالت مرحلة فهي مرحلة البشاير، وبتكون ما بين العام الثالث والرابع، وبتبدأ تغذية النعام فيها على عليقة إنتاجية بمعدل 2 كيلو علف يوميا، يعني ما يقارب 730 كيلو سنويا. يعني كده كمية العلف اللي هياكلها ذكر النعام حتى بلوغه العام الثالث هي 1 طن و800 كيلو علف. أما أنثى النعام فبتستهلك 1 طن و100 كيلو حتى بلوغها العام الثاني وصولا لبداية الإنتاج. وبعد ما يبدأ الإنتاج بتكون التغذية في السنة الإنتاجية الأولى 2 كيلو عليقة إنتاجية يوميا، وبتوصل فيها القدرة الإنتاجية لما يتراوح بين 45 ل 55 بيضة في الموسم الواحد من شهر واحد لمنتصف شهر 9. وبعد ما عرضنا لكم النعام بياكل قد ايه لحد انتاج البيض، نحب نوضح اننا لما استخدمنا البرنامج الاورجانيك لعائلة البايوفاكتور مع النعام قدرنا بفضل الله اننا نزود نسبة الفأس لحد 95%، وكمان قللنا في معدلات الكسر في البيض المخصب، وده لأن أدوية البرنامج بتعمل على زيادة كثافة قشرة البيضة وبالتالي تقليل نسبة الكسر، وده بالإضافة لزيادة نسبة الخصوبة، واللي أدى في بعض المزارع لبدء الموسم قبل موعده. كما عمل البرنامج على تحسين الأداء الإنتاجي للنعام وتقليل الأمراض وتحسين الصحة العامة للقطيع وتحسين الصفات المورفولوجية للنعام. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة وعرفنا النعام بياكل قد إيه لحد إنتاج البيض، وانتظرونا في فيديوهات جديدة. ولطلب الأدوية تقدروا تتواصلوا معنا على الأرقام الموضحة على الشاشة. مع تحيات المكتب العلمي لشركة المتحدون الدوليون. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.